توقف توقف، هناك حادث، صور هذا. نعم نعم، أصوره بالفعل. يا إلهي، ما هذا؟ انظر ماذا يفعل المصريون، يتسابقون على العمل البطولي ولا يخشون الموت. نعم، في وقت الشدائد تجدهم في الصفوف الأولى. بالتأكيد، لأن المصري دائما صف أول مش محتاج عزومة، كما يستظرف عليهم البعض بالخارج. بعد نجاح حلقة مستر بيست عن المصري القديم، نأخذكم اليوم من المصري القديم إلى المصري الحديث. يا للهول، توقف توقف، يا إلهي، انظر ماذا يفعل المصري الحديث. يحاول إنقاذ جيرانه ويلقي بنفسه في التهلكة عادي. ماذا لو سقطوا؟ سيموتوا بالتأكيد. إنه عمل بطولي. يفعلون بأجسادهم سلاسل بشرية حتى يخرجوا الأطفال من الحريق. أنا لا أصدق ما أراه، حقا المصري الحديث يتمتع بقلب ميت. نعم، كما يقولون قلبه قاعد. انتظر، أسمع صوت صراخهم. لا أستطيع إنقاذ الأطفال وأنا متسلق الجدران هكذا، لابد أن أدخل إلى النيران حتى أتمكن من إنقاذهم. ماذا يفعل هذا المجنون؟ إنه يقبل على النيران. انظر، المصري الحديث يحاول إنقاذهم من على بعد كم مترا من الأرض. عد معي عدد الطوابق: 1 2 3 4 5 6 7 8 طوابق. طوابق ولا طلبية؟ يا ويحي على قلش المصري الحديث. أتفق معك أن ما رأيناه هو موقف بطولي من المصري الحديث، ولكن هذا عمل فردي، لا يمكن أن نعممه ونقول أن كل المصريين جدعان هكذا. نعم، هذا موقف فردي. انظر هناك، موقف فردي آخر يجسد جدعانة المصريين. يا إلهي، ما هذا؟ كما ترى، شاب ينقذ عائلة بأكملها من خلال التسلق على ماسورة غاز. ما هذا؟ هل نحن نشاهد الآن فيلم سبايدر مان؟ لا، سبايدر مان قصة خيالية، ولكن نحن الآن أمام أحداث واقعية. انظر، أنقذ الأب والبنت ولا يكتفي بذلك، بل يصعد مرة أخرى لينقذ الآخرين. يا للهول، لا أصدق ما أراه، إنه يمشي على الحائط وكأنه يتمشى على كورنيش معادي عادي. هل هذا موقف فردي أيضا كما تقول يا صديقي؟ في الحقيقة قبل أن تكمل، انظر لباقي المصريين هناك، ستجدهم لمين الملايات والبطاطين ليلقفوا اللي هيقع منهم. حقا إن كل مصري جواه جدعنة أحمد السقا. وأزيدك من الشعر بيتا، انظر هنا رجل يعمل في ورشة صيانة، النيران تلتهم يده، ولكن وبدون تفكير يجري عليه زميله ويأخذه بالحضن وكأنه يقول له خش في لحم أخوك وما تخافش. إنه يعمل بالنظرية المصرية، يعني عيش عيشة فل يموت احنا الكل. ازاي مصري بقى صف أول؟ أكيد معزوم بقى. يا ابني يا خواجة، لقد تعلمت خفة دم المصريين. المصري الحديث